بتتصوري إنك طول عمرك هتكوني المساعدة الشخصية لطفلك؟ بتحلي مشاكله، بتتدخلي في خلافاته، بتعملي خططه. طيب إيه اللي هيحصل لو كبر وما بقاش عنده مهارة إنه يعتمد على نفسه؟ الطفل اللي متعود إنك تحليله مشاكله هيكبر محتاج حد طول الوقت يوجهه، مش واثق في نفسه. المبدأ الأول، دورك مش إنك تحل، دورك إنك تدرب. مثال واقعي، طفل بيعيط عشان صاحبه أخذ لعبته. رد فعل تقليدي، الأم تروح تجيب اللعبة. رد فعل المدرب، الأم تقول أنت شايف إيه الحل؟ خطوة واحد، التعاطف قبل الحل. الطفل مش هيفكر وهو متعصب، لازم الأول يحس إنك فاهمة مشاعره. مثال، أنا فاهمة إنك متضايق جدا إنه خد لعبتك. طب جربتي قبل كده تحتضنيه وتديله مساحة يعبر قبل ما تسأليه عن الحل؟ خطوة 2، اسأليه أسئلة مفتوحة. الأسئلة المفتوحة هي مفتاح المخ. أمثلة، تحب تعمل إيه عشان تحافظ على لعبتك؟ إيه الحل اللي يخليك مبسوط وهو كمان مبسوط؟ خطوة 3، وفري له بدائل مش أوامر. العقل الصغير بيتعلم بالخيارات مش بالأوامر. مثال، تحب تستنى دورك ولا تلعب بلعبة تانية لحد ما يخلص؟ خطوة 4، شجعي الحل حتى لو مش مثالي. الطفل قال هسيب اللعبة دلوقتي وهخليها بعدين. الأم بدل ما تقول لا ده مش حل، تقول دي فكرة حلوة، تعال نشوف هتمشي ازاي. الأم المثالية مش اللي عندها الحل، الأم المثالية اللي بتدي ابنها فرصة يجرب. خطوة 5، دربيه على التفكير في العواقب. الطفل اللي يعرف يوزن نتائج أفعاله هو اللي هيبطل يكرر نفس الغلط. مثال، طب لو ضربت صاحبك عشان تاخد لعبتك، إيه اللي ممكن يحصل بعدين؟ ادي لطفلك موقف بسيط واطلبي منه يتخيل العواقب. خطوة 6، علميه بروفات الحلول. المشاكل زي المسرحيات محتاجة بروفا قبل العرض. مثال، قبل ما يروح المدرسة اعملي تمثيلية صغيرة، لو حصل كذا هتعمل ايه؟ ده بيديله تدريب عملي قبل ما يواجه الموقف. خطوة 7، الاحتفال بالجهد مش النتيجة. الطفل اللي بيتشجع على المحاولة هيفضل يحاول طول عمره. مثال، أنا فخورة إنك فكرت تحل بنفسك حتى لو الحل محتاج تعديل. المدح على الفعل مش على الكمال. أكبر خطأ لازم تتجنبيه، التدخل السريع هو عدو الاستقلال. قصة قصيرة، تدخلت كل مرة طفل اتعود يشتكي بدل ما يحاول. انتي متعودة تتدخلي بسرعة؟ جربي تدي نفسك 5 ثواني بس قبل ما تتحركي. خلينا نراجع بسرعة. أول حاجة، اتعاطفي قبل ما تفكري في الحل. تاني حاجة، اسألي أسئلة مفتوحة تخليه يفكر. تالت حاجة، قدمي له بدائل بدل الأوامر. رابع حاجة، شجعي أي محاولة حتى لو مش كاملة. خامس حاجة، علميه يتوقع العواقب. سادس حاجة، اعملي معاه بروفات للحلول. وسابع حاجة، احتفلي بالجهد مش بس بالنتيجة. لو طبقتي ال7 خطوات دول هتلاقي ابنك بيحل مشاكله بنفسه وبيكبر واثق وقادر يعتمد على نفسه. لو عاوزة ابنك يبقى قائد في حياته، اديله فرصة يغلط، يفكر ويجرب.